السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل الكبده الاسكندراني بتكات واسرار. يعني الراجل بتاع العربيه، بما اني انا يعني اسكندرانيه. عارفه شويه معلومات كده على الكبده الاسكندراني، في شويه معلومات كده، يعني هتستفيدي منها ان شاء الله وهتعتمديها باذن الله. لما اقولك على الطريقه هتعجبك بامر الله. اول حاجه هنسمي الله ونقول احنا عملنا الكبده ازاي. الكبده طبعا اول حاجه ما بتتغسلش، دي اول معلومه، ما بنغسلوهاش، وعشان خاطر لو اتغسلت بتتزفر. مش هتعرفي برضو مهما تحطي خل وتحطي ليمون والكلام دوت، مش الزفاره مش هتروح منها. فاول حاجه ان الكبده ما بتتغسلش. وطبعا ما تحطيش عليها خل كتير، هي معلقتين خل بس. عاوزه تكتري من الليمون مفيش مشكله، الليمون ممكن تحطي ليمونتين ولا حاجه، اي يعني اللي عندك تحطيه. يعني مفيش يعني مش هيأثر فيها زي الخل. الخل طبعا هيخليها مويه، فيها ميه كتير. ف يعني ايه، وممكن كمان يزفرها لما تكتري الخل. فعاوزة زودي الليمون احسن عشان الزفرة. معايا انا دلوقتي كبدة بقى شايلاها في الفريزر، كبدة جايباها طازة لسه دابحين الكلام دوت. بتجيبي الكبدة تقطعيها كده عصافيري، بتحط عليها ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، معلقة 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 على حسب الكمية بتاعتك يعني. كل ما يبقى عندك الكبدة، يعني لو هتعملي كيلو ممكن تحطي مثلا معلقتين او معلقتين ونص من كل حاجة، يعني كمون وكزبرة وفلفل اسمر، بس ما تكتريش الفلفل الاسمر. يعني حطي مثلا نص معلقة لو هتعملي مثلا نص كيلو، عشان ما تسودش معاك الكبدة. بتحطي الليمون ومعلقتين من الخل، وتسيبيها. الافضل ان انت تسيبيها شويه في التتبيله. كل ما بتسيبيها اكتر كل ما الكبده بتاعتك بتشرب من التتبيله بتاعتها. ومعايا طبعا راس توم كبيره، ما بنحطش بصل. الكبده الاسكندراني ما فيهاش بصل. بتحطي راس كبيره من التوم بتدقيها او بتضربيها في الخلاط لغايه لما تنعم، وبعد كده بتحطيها مع الكبده. والفلفل معايا فلفل كوبي وفلفل